طب دلوقتي ايه العلامات اللي تقول لك كمهندس انت في بدايه بروجكت دلوقتي؟ اوكي، ايه العلامات اللي تقول لك ان المشروع ده داخل على ازمه، يعني عدم سينكرونايزيشن او عدم تنسيق بين التخصصات؟ اول حاجه انت بتلاقي فيه تاخيرات كبيره جدا في المشروع. تاخيرات يعني انت مثلا بتلاقي فيه الحاجات اللي لها اولويات، زي مثلا حاجه اسمها اللونج ليد ايتم، التوريدات طويله الامد، او المعدات اللي بتاخد وقت طويل في التوريد عشان بتيجي استيراد من بره. ممكن تاخد من اكتر من 3 شهور، ممكن توصل ل6 و8 شهور علشان المعدات دي تجيلك. بتمشي بسلسله من الاجراءات بتاخدها عشان تبتدي تتعاقد عليها. اول حاجه ان انت بتبتدي تعتمد، تروح للاستشاري، تبتدي تقدم المواد دي او المعدات دي للاعتماد. بعد كده بتاخد وقت عشان يعتمدها لك الاستشاري. بعد كده ما الاستشاري بيعتمدها لك ويوافق لك عليها، بتبتدي تعمل حاجه اسمها البيرشيز اوردر. بعد كده بتاخد وقت علشان الحاجه دي تتصنع، او تاخد الاوردر بتاع التصنيع بتاعها في بره في المصنع بتاعها، لو مثلا معدة تشيلر او مضخه او ايا كان، تاخد التصنيع. وبعد كده تجيلك المعدات دي. دي معدات في الانظمه الالكتروميكانيك، زي مثلا التكييف المركزي على سبيل المثال. في معدات كبيره، يعني معدات مثلا ممكن تبقى حاجه ده كله كاستمايزد مش جاهز. في، او معظمه بيبقى كاستمايزد، مش بتبقى جاهزه اون شيلف.